تغلب المنتخب الوطني المغربي على المنتخب التنزاني في أولى مبارياته بكأس إفريقيا، والتي تلعب أطوارها على الأراضي الإيفوارية. وسيقابل أبناء وليد الركراكي في مباراتهم الثانية منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي سبق للمنتخب الوطني المغربي مواجهته قبل عامين والتأهل على حسابه في الدورة الحاسمة المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022. وستلعب المباراة يوم الأحد المقبل 21 من الشهر الحالي على الساعة 3 بتوقيت المغرب بملعب سان بيدرو، وهو نفس الملعب الذي خاض فيه أسود الأطلس مباراتهم الأولى ضد تنزانيا، بينما سيلعب مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات ضد زامبيا يوم الأربعاء المقبل 24 من الشهر الحالي على الساعة 9 بتوقيت المغرب.